كاينش منا اللي في مرحله الشباب ما كتنوضش ليه درسه العقل. هذيك الدرسه اللي كتنوض هي اخر حاجه في الفم ديالنا، كتخترق اللثه ديالنا وكتجاهلنا وكتخلينا بلا نعاس. وانا براسي عانيت منها مؤخرا. وباش كتكون شي حاجه ضاراك ما كاينش اللي ما كيعطيكش الراي ديالو، وكل واحد كيخبر في جهه. كاين اللي غادي يقول لك غير سير حيدها وهني راسك حيت ما عندها حتى شي فائده، وكاين اللي يقول لك عندك تحيدها لا ما يبقاش عندك العقل وتولي هبيل زعما هي عندها علاقه بالعقل. من الاخر شنو هي دراسه العقل وعلاش تسمات بهذا الاسم تحديدا، وعلاش نسبه كبيره بزاف من الناس مع كتبدا تنوض ليهم كيمشيو يحيدوها. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نكمل لكم الفيديو ما تنساش تهبط تخلي لي شي لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع اصحابك. نبداو. دراسه العقل واللي هي اخر دراسه كتنوض في الفم ديالنا، سمات بحال هكا حيت كتنوض في سن الرشد واللي هو من بين 17 عام و 25 عام. وعلى هادشي تسمات بدراسه العقل، زعما كدير المولاها العقل، وفي الحقيقه هي ما عندها حتى شي علاقه لا بالذكاء ولا بالرشد، ومجرد درسه ناضت معطله. وغير حيت كتنوض في هذه الفتره من حياتنا سماوها بدراسه العقل. وحاجه اخرى اللي ما عارفينهاش بزاف هو انه ما عندناش غير دراسه العقل وحده، بالعكس عندنا 4، جوج في النهايه ديال كل فك، الفك العلوي والفك السفلي. هاد 4 درسات كيف ما قلت لكم كينوضوا فينا بين 17 و 25 عام، وهاد 4 درسات كيسبوا لينا الام باش كيبغيو يخرجوا. وهنا فين كاين البلان. اجي نرجعوا شويه للور باش تفهموا اكثر. معظم الناس كيتوقف نمو الاسنان عندهم بسن 12 عام، ولكن كتبقى واحد الدرسه مخبيه عندنا تحت اللثه في النهايه ديال الفك، وكتقدر تبقى مخبيه هنا تقريبا اكثر من 10 سنين. وفي واحد النهار حتى كيقول لها راسها بارك عليك خرجي. وهنا فين كتبدا العلاقه الحميميه ديالك مع درسه العقل، حيت هاد الدرسه كتبدا تخترق لك في اللثه ديالك، ونهار على نهار كتبدا تخرج في راسها، وانت راسك كيكون باغي يخرج من راسو. وبكثره الالام ما كتفهم والو. الا كان غير هاد الالم بوحدو فراه هانيه، غادي تصبر عليها وتاخذ مهدئات حتى تخرج راسها وتنوض. ولكن اصعب مشكل بالنسبه لدرسه العقل هو باش كتبغي تخرج وما كتلقاش بلاصه، يعني الفك عامر كامل. وهنا فين كتبدا المعاناه الحقيقيه لهداك اللي كتنوض ليه بحال هكا. هاد دراسه العقل ما كتلقاش بلاصه باش كتبغي تخرج، ولا كتخرج عوجه ولا ما كتخرجش كامله. هنا دراسه العقل كتكون لنا واحد الفتحه في اللثه ديالنا، وهذه هي المرحله اللي كيولي يوصل لها بنادم وما كيكرهش يموت، حيت هذيك الفتحه كتبدا تراكم فيها البقايا ديال داكشي اللي كناكلو. وهذا الشيء بدورو كيسبب لنا التهابات حاده في هذيك المنطقه كامله، يعني حتى الضروس المجاوره غادي تبدا تضرك. وهذا الالم بلا ما ندوي لكم عليه، اللي فايت مجربو راه عارف البلان. اي واحد منا باش كيوصل لهذه المرحله صافي كيسلم راسو للطبيب. والا حولنا هضرتنا للغه الارقام فراه غادي نلقاو بانه كتقام اكثر من 10 المليون عمليه لخلع درسه العقل في العالم كامل كل عام. 10 المليون شخص كل عام كيحيدوا دراسه العقل عند شي طبيب ديال السنان، يعني راه ماشي غير بوحدك اللي كتعذبك. ومشكل اخر اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس هو انه هاد الدرسه هي اكثر درسه معرضه للسوسه فمنا كامل. والسبب اللي كيخليها تسوس دغيا هو انها جات في الاخر ديال الفك، والشتاء ديال السنان صعيب توصل لهذيك المنطقه، يعني هذيك الدرسه مع كتخرج مع كتسوس بسبب تراكم بقايا الطعام وشحال من حاجه. وباش كتنوض لنا السوسه درسه العقل فراه كنضطروا نحيدوها. وهنا فين الطبيب كيلقى صعوبه، حيت هذيك الدرسه ما عندهاش تقويم ثابت بحال السنان الاخرين. السنان الاخرين مثلا كيف ما كتشوفوا معايا دابا كتبان لك كل سنه مفروزه في التقويم ديالها. دراسه العقل تقدر تكون خارجه مايله هكا مايله هكا، خارجه هكا ناعسه موازيه، يعني خاصك ضروري حتى كدير واحد التصويره ديال الفك ديالك، والطبيب كيعرف دراسه العقل عندك كي دايره، ولا يقدر يشوفها من برا ويعرفها واش يقدر يحيدها ولا ضروري عمليه جراحيه. حيت باش التقويم ديالها كاع ما كيكون ثابت جميع الاطباء كيلقاو صعوبه باش يحيدوا لك الدرس. ولكن كاينين واحد جوج لعيبات كتلعب عليهم دراسه العقل واللي هما عجبوني بزاف، واللي هما تقدر تخرج لك مايله ويكون فمك عوج وتقاد لك التستيفه ديال السنان، ويقدر يكون فمك مقاد وتخرج هي وتعوج لك التستيفه ديال السنان. يعني هي تقدر تكون معاك هي تقدر تكون ضدك. داكشي علاش ديما كتلتجئ للطبيب في الاخر. شكرا بزاف الا تفرجتي معايا في الفيديو حتى لهنا. الا عجبك ما تنساش لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع صحابك. كان معك سيمو دايزر، تهلا.